هلا والله بالفخمين. جبت لكم اليوم قصة ممتعة وأكشن بنفس الوقت. فقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي، تذكر الله، تسوي لايك واشتراك، تعليقك يا فخم. ليتس جو. ورجعنا لكم يا فخمين. كان عادل يعمل سائق شاحنة ينقل البضاعة عبر الحدود الخطرة، ولم يكن يحب عمله، لكنه كان مضطرا بعد أن فقد عائلته في الحرب. وكان يعرف أن بعض الطرق التي يسلكها مليئة بالمخاطر، ولكن ما لم يكن يعرفه أن رحلته القادمة ستغير حياته إلى الأبد. وفي أحد الأيام تلقى عرضا مغريا من رجل غامض يدعى أبو زياد، الذي طلب نقل حمولة خاصة إلى المدينة أخرى، وكان المبلغ كبيرا بما يكفي ليترك هذه الحياة للأبد. ولكنه شعر بشيء غير مريح. سأل عادل بحذر: ما الذي أنقله بالضبط؟ رد الرجل ببرود: لا تسأل أسئلة، فقط أوصل الشحنة وخذ أموالك. ورغم تردد عادل لكنه وافق، وكان يائسا ومستعدا للمخاطر. وانطلق عادل في رحلته قبل الفجر، يقود الشاحنة عبر الطرق الوعرة، لكنه لم يكن وحده، فقد كانت هناك سيارة سوداء تتبعه عن بعد، مما جعل قلبه ينبض بسرعة. هل هي مجرد مصادفة أم أن هناك من يراقبه؟ وبعد ساعات من القيادة وصل إلى نقطة تفتيش غير رسمية، وخرج منها رجال مسلحون وأمروا عادل بالنزول، وفتشوا الشاحنة. وعندما فتح أحدهم الصندوق الخلفي صدم عادل بما رآه. كانت هناك صناديق مليئة بالأسلحة والمتفجرات. تجمد عادل مكانه وعرف أنه وقع في فخ خطير. صرخ أحد المسلحين: من أرسلك؟ أجاب عادل: أنا مجرد سائق، لم يكن أعرف بما داخل الشحنة. لكنهم لم يصدقوه. وقبل أن يتمكن المسلحون من اتخاذ قرار بشأنه سمعوا صوت إطلاق في الأفق، وكان هناك مجموعة أخرى تهاجم الموقع، وتحولت المنطقة إلى ساحة معركة. فاستغل عادل الفوضى وقفز إلى الشاحنة وانطلق بأقصى سرعته، والرصاص كان ينهال عليه من كل الاتجاهات، لكنه لم يتوقف، وكان عليه أن يخرج من هذه الورطة قبل أن يقتل. وبعد مطاردة عنيفة تمكن من مراوغة المهاجمين والاختباء في منطقة جبلية، وجلس هناك يلهث محاولا استيعاب ما حدث. ولم يكن بإمكانه العودة أو إكمال المهمة، وكان هناك خيار واحد فقط: التخلص من الشحنة. فاتخذ القرار وقاد الشاحنة إلى واد بعيد حيث لا أحد يستطيع العثور عليها. ثم أخذ زجاجة وقود وسكبها على الصناديق وأشعل النار، ووقف هناك يشاهد اللهب يلتهم كل شيء، وهو يعلم أنه قد حكم على نفسه بالمطاردة إلى الأبد. ولكن في تلك اللحظة شعر بالحرية لأول مرة منذ سنوات. ولكن لم يستطيع عادل العودة إلى مدينته، ولم يكن بإمكانه البقاء، واختفى باستخدام المال الذي أخذه مقدما من أبو زياد، وحصل على أوراق مزورة، واستقل سفينة متجهة إلى مكان لا يعرفه أحد. ووقف على سطح السفينة ينظر إلى الآفاق، وهو يعلم أن ماضيه قد يطارده يوما ما، لكن على الأقل هذه المرة كان سيد قراراته. وهنا النهاية، وسلامتكم.